السلام عليكم. الفيديو المره دي مش هيبقى لفكره معينه، الفيديو المره دي عشوائي او بمعنى صح نظام الفلوج. الفيديو ده احنا هنسافر مع بعض من ولايه تكساس، اللي متابعني عارف ان انا عايش في ولايه تكساس. هنسافر من ولايه تكساس لولايه نورث كارولاينا، واللي ما يعرفش فولايه نورث كارولاينا بعيده عن تكساس بتاع 16 ساعه سواقه حرفيا. فاللي هو احنا قدامنا طريق سفر بجد، طريق سفر محترم. سبب السفر بقى هو شغل. اللي متابعني على القناه عارف ان من ضمن الشغل اللي انا بشتغله شغل التحكيم، واللي متابعني اساسا عارف ان انا سافرت قبل كده، ولكن كانت بالطياره ساعتها لولايه اريزونا، وكان برضو شغل تحكيم اللي هو تحكيم كره قدم والكلام ده. فالمره دي في ايفنت هناك محتاجين نحكم فيه في ولايه نورث كارولاينا. الميزه في موضوع السفر ده ان هم اللي بيبقوا دافعين كل حاجه، دافعين حق الاوتيل اللي هنقعد فيه، دافعين حق اجازه العربيه او تذكره الطيران زي المره اللي فاتت. بس انا المره دي مسافر بالعربيه عشان خاطر المره اللي فاتت لما سافرت بالطياره تعبت في الطياره جامد قوي وما فضلتش الطياره، ففضلت العربيه احسن مليار مره. فتعالوا بقى نجهز مع بعض كده ونسافر مع بعض ونشوف الدنيا. حاسك مستغربني بالنضاره، ولكن انا في العموم اصلا ببقى لابس نضاره، ولا مش لابس نضاره ببقى لابس العدسات اللصيقه اللي هي بتخش جوه العين دي. اول حاجه هنجهزها سوا دلوقتي هي العربيه نفسها. عايزين نغسلها من جوه ومن بره، عايزين نتاكد ان الكاوتشات تمام، عايزين نحط بنزين، كل حاجه نتاكد ان كل حاجه تمام وكل حاجه تبقى امان في الطريق، لان الطريق زي ما انتم شايفين طويل جدا. مبدئيا دي العربيه اللي احنا هنسافر بيها، ويا جماعه انا عاشق للتويوتات. دي عربيه تويوتا سينا الفان اللي انتم عارفينها، اللي بتبقى طويله دي، اللي بتبقى 8 راكب. المهم اول حاجه اتاكدت منها هي الكاوتشات، والكاوتشات دي انا جايبها لسه جديد، حتى هتلاقوا اللي بيفهم في الكاوتشات هيعرف ان هي لسه جديده من جودير. اتاكدت ان البريكس تمام، اللي هي الفرامل كل حاجه تمام زي الفل. العربيه بس محتاجه تتغسل لانها وسخه من جوه ومن بره، فعايزين ايه نظبطها كده. والكاوتشات اللي ورا برده متظبطه على الاخر والفرامل، فاحنا امان. محتاجين بس اللي احنا نغسل العربيه، ومحتاجين ان احنا نحط بنزين، لان حرفيا العربيه شطبت بنزين زي ما انتم شايفين. اصلا التانك خلاص بيخلص والعلامه ظاهره لي بيقول لي ان ايه عايزين نحط بنزين. فتعالوا اول حاجه مع بعضينا نغسل العربيه جوه وبره، بعدين نحط بنزين عشان تبقى العربيه كده جاهزه. الايفنت اللي احنا نروحه ده بقى هيبدا من يوم 17 ليوم 20. هي بطوله ناشونال ليج هتبدا من يوم 17 ليوم 20، بس احنا هنتحرك النهارده بالليل 15 بالليل، بحيث ان احنا نوصل 16 الصبح ونقدر ان احنا نظبط الاوتيل وكل حاجه تمام. وفي ميتنج بالليل تبع الحكام وكده هنقعد فيها، ثم بعد كده نبدا 17. بس انا هرجع هنا باذن الله على تكساس 21 بالكتير، لان اصلا رمضان انتوا عارفين 22، فعايز اجي بالظبط قبل رمضان، فحرفيا هبقى قبل رمضان بيوم حاجه زي كده. بس الميزه بقى في موضوع السواقه ان انا معايا 2 حكام كمان جايين معايا من تكساس، فاحنا 3 رايحين من تكساس. فدي يعني هتسهل عليا الموضوع، اللي انا هسوق مثلا 4-5 ساعات، هو هيسوق 4-5 ساعات، الثاني هيسوق 4-5 ساعات، فالمهمه هتكون متقسمه على 3 فمش هنتعب. وانا سوقت قبل كده اصلا لولايه فيرجينيا، بس كنا عيله وكده، فكان معايا اخويا، كان معايا ناس بتسوق، فكنا ايه ما حدش سايق لوحده، كنا كلنا بنقسم موضوع السواقه على بعض. فموضوع تقسيم السواقه على بعض لو المسافه بعيده زي نورث كارولاينا والكلام ده كله بتبقى تسهل على الواحد الدنيا. طريق زحمه بطريقه غريبه يعني. المهم المغسله اللي احنا رايحينها دي مغسله الكترونيه، يعني احنا بنخش والعربيه بتتغسل لوحدها. هنشوف مع بعضينا. وصلنا المغسله وحرفيا زي ما انتم شايفين مغسله، يعني هنخش ندفع دلوقتي. تعالوا ده شكل المغسله اهو. 29 or 24.95. How much is gonna be for the van? For Yes. the last one. For this one is The last one. $29.95. It's $5. Here you go. Thank you. Thank you. تمام دفعنا وادينا داخلين. الورقه اللي هو حاطيها دي بتبقى محطوط فيها الجزء المبلغ اللي انا دفعته والحاجه اللي احنا ندفعها. تاني حاجه بتخش بقى كله اوتوماتيك، الراجل بيمسح قدامه ورا، ثم زي ما انتم شايفين البتاع اللي انتم شايفينها دي بيقول لك حط العربيه على الان. استنى بس لما نشوف جده الاول. ايوه هنحط العربيه على الان وتشيل رجلك من على الفرامل، والراجل بقى ايه بيديها. هتشيل رجلك من على الفرامل وعيش الجو بقى اهو. بيقول لك تاني حاجه شيل ايدك من الدركسيون زي ما انا عامل كده، وتسيب بقى العربيه ماشيه لوحدها زي ما انتم شايفين. بحس برعب كده وانا داخل بالعربيه في المكان ده، ولكن اول حاجه بيبخبخوا بتفتف علينا حاجات زي ما انتم شايفين. ثم تاني حاجه الشرشوبه دي بقى بتيجي ايه تقعد تديك كده شويه جوه وبره زي ما انتم شايفين المنظر. تالت حاجه بقى المدلكاتيه، دول البتاع اللي بتقعد تدلك، تقعد تلفلف تدلك. ثم شرشوبه تاني نقعد برضو نتشرشب تاني. ثم الميه بقى عشان ينزل كل الصابون اللي احنا لسه كان نازل علينا ده. طبعا الصوت سامعينه عامل ازاي. شرشوبه تاني. الجميل في الموضوع ان العربيه بعديها فعلا بتلاقيها بتبرق، يعني من غير بقى خراطيم وجرادل وهات الفوطه ومعرفش ايه والكلام ده كله. هو الغسيل والتنشيف كل حاجه حرفيا جوه، يعني الميه اهي بتنزل بقى كل الصابون. ثم اخر مرحله قبل ما نخرج دي بتبقى النشافه. البتاعتين اللي انتوا شايفينهم دول بيطلعوا كميه هواء بطريقه بتخليها تنشف بسرعه، يعني شايفين من التنشيف الميه كلها بتختفي، حتى المساحه بتطير يا جدعان. نشف دي بقى بتنشف المرايات دي برضو. ايوه اديله واحده في المرايه بس كده العربيه بقت زي الفل. تعالوا بقى ايه نغسلها من جوه بقى ونظبط الدنيا يا جماعه. ده المنظر قبل، حرفيا حاجات متبهدله. هنشوف بقى المنظر بعد مع بعضينا. يلا بينا.
شايفين يا جدعان العربيه حرفيا بقت بتلمع زي ما انتم شايفين. انا فتحت الابواب كلها اديتها كده سنه نظافه من جوه. طبعا عندهم هنا بيدوك الفاكيوم او البتاع اللي بتسحب الهواء دي اللي بتنظف. شايفين المنظر نتفت بشكل جميل بره وجوه. الميكروباص بقى جاهز للسفر. تيجي بس نحط بنزين. شايفين الكاوتشات الجديده بتلمع يا جدعان. ده البتاع اللي بقول لكم عليه، سامعين بايه؟ يشفط. تخش انت بقى على الكراسي، تخش انت بقى على ايه حاجات كده وتقعد تعمل ايه الهكس ده تحت هنا. طبعا انا نضفتها اوريدي. شايفين المنظر يعني جوه وبره بقى حاجه في منتهى النظافه يعني. تعالوا بقى تاني واهم حاجه نعملها دلوقتي اننا نحط بنزين، لان حرفيا العربيه فضيت بنزين، ما بقاش فيها اي حاجه نهائي خلاص. بيقول لي لو فيول، فعايزين ايه نحط. فجينا كويك تريب، دي بنزينه مشهوره هنا اسمها كويك تريب. نختار بقى واحده منهم ونبنزن. تمام ركنا ووصلنا البنزينه. وتعالوا بقى ايه نحط بنزين. وهنا طبعا انت بتحط البنزين لنفسك، اكيد بقى اتهريتوا انتوا الموضوع ده ان في امريكا بتحط البنزين لنفسك والكلام التعبان ده. المهم يلا تعالوا نحط الكارت. معلش يا جدعان اخبي الكارت. حطيناه على التاب، يقول لك دخل الباسورد. خليكم انتوا فوق وانا اعيش تحت. انتوا متابعيني واخواتي وكل حاجه، بس الشغل شغل. ريسيت مش عايز، نو وبليز ريموف ذا نوز. تمام احنا كده جاهزين. تعالوا نفتح الاول دي. افتح فتح بقى وهات ده حطها هنا ونختار. احنا بنحط ايه ده مش تبعنا، احنا بنحط 87. تمام كده تمام. اختار 87. نحط هنا بقى. ايوه ايه ايوه كده يلا بينا. وتسيبها كده وهو بيعد بقى وتعيش بقى لوحديها. طبعا انا من عشاق ريحه البنزين، ولكن عرفت بعد كده ان هو بيجيب امراض بقى سرطان والكلام ده كله. فايه تعالوا نقعد في العربيه لحد ما يعد ويخلص دنيته هو. يلا بينا. والسعر اللي انتوا شفتوه ده اللي هو $3 307 ده سعر بير جالون. يعني عربيتي مثلا لو بتاخد 18 جالون فاضرب 3 في 18 يطلع لك حق العربيه بتاخده من زيرو لفل. وده السعر طبعا غالي كده، وطبعا غالي جدا. وفي مشكله هنا في البنزين اليومين دول، ولكن بينزل وبيطلع. السعر هنا حر مش مثبت زي مثلا مصر او دول معينه. السعر بيبقى حر، بمعنى ان انت مثلا تصحى تلاقي 3 النهارده، بكره يبقى 2 وشويه. في الكورونا كان 1 وشويه. يعني هو على حسب السوق بقى بتاع البترول او ايا يكن، انا ما بفهمش فيه. ولكن السعر متغير، مره فوق مره تحت، مره رخيص قوي مره غالي قوي، كل يوم بحاجه جديده. تعالوا نشوف. يلا البتاعه خلصت. تمام انا عربيتي خدت 17 جالون ب $54 و28 سنت. تمام تعالوا كده نتفتف عليها شويه. خد شويه كمان. احنا عايزين نثبت الرقم على، يا لهوي، عايزين نثبته على رقم يعني 56 رقم مفيش سنتات. معرفش استفاد ايه، ولكن يعني انا بحب كده والله. ايوه 88 93 96 96 97. يا رب يا رب يا رب، دي اصعب حاجه دي. ايوه كده تمت بنجاح. عيب عليكم. كده العربيه جاهزه، غسلناها، حطينا لها بنزين، شيكنا على الفرامل، شيكنا على الكاوتشات، شيكنا على كل حاجه. كل حاجه بقت زي الفل. ده بقى الجثه اللي قدامكم دي. نجهز الشنط ونجهز ايه الدنيا، وكده نبقى احنا جاهزين للسفر. يلا بينا نجهز الشنطه. تمام دلوقتي جه الوقت اللي احنا نظبط الشنطه. مبدئيا هم مش شنطه، هم 3 شنط ل3 حاجات. خليني بسرعه كده اقول لكم ايه. دي اول شنطه اللي فيها الهدوم بقى والحاجات والدنيا دي كلها. اما دي بقى ودي اهم حاجه، بيبقى فيها الكاميرا، بيبقى فيها البطاريات، بيبقى فيها كل حاجه الكترونيه، اللاب، الماوس، السماعه، اي حاجه. ودي ببقى ايه في حضني كده عشان ايه محدش يلمسها. اما دي بقى بيبقى فيها حاجه التحكيم بقى، اللبس، الصفاره، جميع الادوات اللي انا بستخدمها للتحكيم. وعايز اقول لكم على حاجه، عديت على السوبر ماركت وجبت منه، اكيد عارفينه، ويندوز وفلامينكو. معرفش ان هم عملوا كيس جديد بشكل جديد على الرايق يعني. واللي يسالني جبت فلامينكو وينجز منين، في محلات هنا مصر بتبيع الحاجات دي وبتجيبها من مصر والكلام ده كله. لو عايزين فيديو بروح السوبر ماركتات دي واوريكم بيبيعوا ايه، عرفوني في الكومنتس تحت. فعديت جبت بقى كيس كامل كده من السناك عشان ايه واحنا سايقين على الطريق ايه ننقنق واحنا قاعدين. بالنسبه لهدوم التحكيم فهم 5 الوان. كنت عملت فيديو عن الموضوع ده في التيك توك، لو انت مش على التيك توك برضو اطلع على التيك توك. المهم هم 5 الوان اللي بيتلبسوا، في احمر، اخضر، في اصفر، في اسود، وفي لبني، او لا مش لبني، ده ازرق. تمام. فدول ال5 الوان بتختار منهم بقى على حسب الكرو اللي معاك مع نفس الالوان ولا لا. تلبسوا نفس اللون وتبقوا ايه شكل واحد وطقم واحد، سواء الحكم الساحه والاثنين مساعدين اللي معاه. وطبعا بيبقى في حكم رابع لو الماتش عالي شويه، حكم الفار، وهكذا وهكذا. تاني بقى واخر حاجه في شنطه التحكيم هتتحط هي دي ودي. بالنسبه لدي فدي بيبقى فيها العلم. عارفين حكم الرايه اللي بيبقى واقف على الرايه بتاع الاوفسايد والتسلل والكلام ده، بيبقى معاه علم.
فده العلم الخاص بيا، بيبقى هنا معايا 2 طبعا عشان انا والحكم التاني لو هو مش معاه او ايا يكن يعني. ثم دي، ودي اهم حاجه، دي بيبقى فيها كل حاجه تخص، يعني مثلا فيها الساعه بتاعت الستوب ووتش، فيها البادج بتاع التحكيم اللي هو الرخصه يعني، فيها منفاخ الهواء، فيها الصفاره، فيها الاقلام، فيها اي حاجه ممكن تتخيلها تخص الحكم اللي هو الساحه اللي بيبقى في النص اللي معاه الصفاره. بس كده دي شنطه التحكيم كده جاهزه، دي فيها اي حاجه تخص التحكيم، بحيث انا يوم الماتش اروح واخد الشنطه دي لابسها على كتفي وطاير، مش محتاج ان انا اطلع من شنطه ثانيه، مش محتاج اعمل اي حاجه من الحاجات دي، الشنطه جاهزه وفيها كل حاجه. نخش بقى على تاني حاجه وهي اهم شنطه بتتجهز، اللي فيها كل حاجه الكترونيه وكل حاجه مهمه بالنسبه لي. طبعا اول حاجه بحطها فيها اللاب طبعا، اللي فيه المونتاج، الفيديوهات، فيه كل حاجه ممكن تتخيلها، فبنهتم بيه كويس. برضو السماعات والماوس بتاع اللاب وشاحن اللاب، وده حرفيا بنساه كل مره، فالحمد لله اني فاكره بس عشان انا هصور بعد كده، كل لما اجي اجهز الشنطه افتح فيديو واصور عشان ابقى فاكر كل حاجه. طبعا بقى البطاريات وحاجه التصوير والكاميرا والكلام ده كله. نخش على اخر شنطه معانا، وفي يا لهوي دي بيبقى فيها كل الهدوم بتاعتي بقى والدنيا كلها، وكده نبقى احنا جاهزين. ال3 شنط فيهم كل حاجه ومتقسمين صح والدنيا زي الفل كده، اقدر اقولها بشكل رسمي احنا جاهزين. تمام، رصينا الحاجه في الشنطه زي ما انتم شايفين كده، الشنط اهي، وخدت معايا واحد ميه بحيث طول الطريق لما نعوز ميه نبقى معانا ميه في البتاع زائد الشنطه كده احنا جاهزين. اما بالنسبه بقى لتقسيمه القعاد، فكل واحد هيبقى ليه صف، يعني مثلا الشخص الاول اللي هو لويس هياخد الصف ده، والبرتو هياخد الصف الثاني، وانا هيبقى معايا الصف لان انا هسوق اول 6 ساعات، فانا اللي هيبقى معايا الصف ده وفي حاجتي وكل حاجه، ثم نبدل بقى على حسب مين اللي هيسوق الاول. وطبعا واخد معايا هنا الكراتيهات بقى، ويندوز وفلامينكو، وده الاكل بتاعي، ودي الشنطه اللي فيها كل الالكترونيات والكلام ده كله، وكده احنا زي الفل وجاهزين. بس قبل ما نتحرك لازم أنا اروح اعمل بيك اب، او يعني اعدي على الاثنين اللي جايين معايا اركبهم، ونبقى كده جاهزين نطلع على نورث كارولاينا. طبعا عديت على الناس وخدتهم. مستر لويس he's from Argentina. Hello. Yes sir. And الساعة 10:10 بقالنا في الطريق، مثلا انا سايق بقى 4 ساعات، هيظهر قدامكم في الطريق قدامي بتاع 12-13 ساعة، بس الطريق زي ما انتم شايفين، بس هو في 7 النومة زي ما انتم شايفين ورايا اهو، في 7 النومة هو من المكسيك، والطريق بقى قدامنا نعيش بقى. يعني احنا هنوصل بكرة، الساعة دلوقتي 12 بعد منتصف الليل، احنا هنوصل بكرة مثلا على 2 الظهر حاجة زي كده، فالطريق طويل، وانا اصلا بدأت انام من دلوقتي، ف ساعة ساعتين واللي جنبي هيستلم مني الشيفت ويسوق هو، فربنا معانا. صراحة مش قادر، الساعة دلوقتي 12:30 و5 وانا على اخر بنام على الدريكسيون، فالمعلم لويز الارجنتيني بقى هو اللي هيستلم الدنيا ويسوق. وكمان اللي احنا دلوقتي في ولاية لويزيانا، يعني احنا لسه داخلين لويزيانا مثلا بتاع نص ساعة، ساعة الا ربع، لسه قدامنا الطريق طويل. دخلوا الحمام بس عشان قاعد يشربوا ميه كتير وبتاع والكلام ده، ولويس هيستلم الورديه بتاعته، وانا اريح شويه بقى لان انا هموت وانام فعلا. انا اكتشفت حاجه دلوقتي، ان الارجنتينيين عندهم مشروب، المشروب ده بيخليهم صحيين وفايقين، فانا معايا واحد ارجنتيني معاه المشروب. What's the name of this drink? Mate. Mate. Estamos con un mate. لو فاكرين في قطر, I'm just telling them in Qatar, remember? Messi was bringing Yeah, Messi, this Di stuff. Maria, all, Di Maria and all this stuff. Uruguayan guys, Uruguay and Argentina. في قطر ميسي كان جايب معاه المشروب ده لانه بيفوقه، فهو بيشرب المشروب ده عشان يفضل صاحي طول الليل زي ما انتم شايفين، وما نامش لحد دلوقتي، فالمشروب ده بيخليه صاحي. ف that's a good one and I already tried it. It's really nice. It tastes like طعمه عامل زي اليانسون كده بالظبط. فلا ممتاز 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 الصراحه. Yeah man, I like it. And we got Mr. Alberto, Mexico, taco, quesadilla. I love it. فاكرين الفيديو بتاع كورن ان كاب؟ هو من نفس الدولة. الواحد رايح له ساعتين كده على السريع، ولكن مش عارف انام لان نومة العربية نومة مش مظبوطة. الساعة دلوقتي يعتبر 5:15 واحنا على حدود ميسيسيبي والاباما، يعني احنا داخلين ولاية الاباما. طبعا حاولت انام لكن مش عارف انام لان نومة العربية يعني نومة متخلفة، تحس ان انت مش نايم، انت صاحي ونايم في نفس الوقت. يعني بحاول امد دماغي على دي وانام
وانا اصلا قاعد على دي مرجع دي لورا، بس برضو ايه مش عامله. دلوقتي اللي من المكسيك هو اللي بيسوق، والارجنتيني مأنتخ يعني بيحاول ينام برضو، ولكن الطريق سلس مفيش زحمه زي ما انتم شايفين. الدنيا ليل طبعا، مفيش حد في الناس كتير في الشارع، والدنيا زي الفل. وصلنا اخيرا يا جماعه ولايه جورجيا. طبعا السفر كان طويل. مستر لويس sleep for like 5 hours. احنا دلوقتي في جورجيا وبعاد عن نورث كارولاينا بتاع مثلا 5 ساعات حاجه زي كده، والجو حرفيا سقعه ثلج، -3 -4 في المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي. نخش نستخدم الحمام ونظبط الدنيا. وولايه جورجيا مش عارف، حاسسها خطر يعني، الناس شكلها مش طبيعيه، العالم كده حواليك مش مظبوط، وكمان هي ولايه خطر شويه يعني، مش بتاعت عرب كمان، ما تلاقيش فيها عرب كتير. طبعا البنزينه اللي احنا فيها دلوقتي فيها كل حاجه انت هتحتاجها خلال طريقك، فيها سناكات، فيها جميع انواع القهاوي، القهوه اللي انت عايزها، فيها جميع المشروبات بجميع الثلاجات، فيها مطبخ، ليها مطبخ جوه فيه الاكل تعمله زي ما انت عايز. عندك جميع انواع بقى الاكل زي ما انت شايف، الرولات تاخدها وانت ماشي، سناكس والكلام ده كله. وهنا ده المطبخ، عندهم بقى بيتزا، عندهم حاجات للفطار، عندهم لللانش والدينر، عندهم بقى حاجات كتير تقدر ان انت ايه تطلبها. الداون تاون والمكان اللي احنا داخلين عليه دلوقتي دي اتلانتا عاصمه جورجيا. شايفين منظرها من هنا عامل ازاي من بعيد، شايفين الابراج العاليه اللي باينه من بعيد دي، كميه ابراج رهيبه، وفي كمان العاب. المنظر خرافي يا جدعان، بس طبعا الواحد خايف من قبل ما يخشها. استاد مرسيدس، شايفين برضو السي ان ان، مبنى السي ان ان ده، كل ده في اتلانتا في جورجيا. مبنى السي ان ان، استاد بتاع مرسيدس. لسه مخلص فيلم Everything Everywhere All at Once، والفيلم يعني في ستايل جديد من الافلام كده، اللي هو انت انا مش فاهم حاجه، كل حاجه داخله في بعض يعني. اللي بيحب النوعيه من الافلام دي يخش يتفرج على الفيلم ده، وواخد اوسكار، الممثله اللي فيه واخده اوسكار، وكذا ممثل واخد فيه اوسكار، فيلم كويس، ولكن اعتقد ان هو مش نوعي يعني. انا كعمر ضغط في الفيلم، ما حسيتش نفسي ان انا مبسوط وانا بتفرج على الفيلم، ولكن ممكن يجيب حد تاني. احنا دلوقتي بقالنا بتاع ساعه ونص على الاوتيل، وفي نفس الوقت قربنا. احنا دلوقتي في ساوث كارولاينا وداخلين على نورث كارولاينا، فقدامنا بتاع ساعه حاجه زي كده. واخيرا وصلنا للاوتيل. تعالوا اوريكم منظر الاوتيل الاول من بره. دي الدخله بتاعته، طبعا مكانه العربيه هنا اللي استحملتنا كتير قوي، ودي الدخله بتاعته. طبعا انا هموت وانام، هموت بجد وانام، بس عندنا مشكله واحده، ان مفيش اوض باسمنا. احنا جينا ومفيش اوض باسمنا يعني، دخلنا وسالنا عن الاوض، ومعانا كونفرميشن نمبر ومعانا كل حاجه، ومفيش اوض باسمنا. فمستنيين، كلمنا المسؤول عن الايفنت وكده، وقال لنا خلاص انا هتصرف، ومستنيين بقى نشوف ايه اللي هيحصل يعني. بس تعالوا اوريكم شكل الاوتيل من جوه عامل ازاي. مبدئيا ده اعتقد المكان اللي احنا بنفطر فيه يعني، طبعا عاملين منظر ورايا، وده البار بقى بالليل بيبقى فيه مشاريب وكده والدنيا. وعندك ده المكان اللي انت بتقعد فيه تجيب السناكات بتاعتك لو انت قاعد تشرب مانستر، شوكولاتات بقى، التلاجة فيها بيتزا بتاعت الميكرويف، اي حاجه خاصه بالفندق. ثم بقى السلم ده يطلعك فوق على الاوض، بتركب اسانسير الناحيه الثانيه اعتقد. بس طبعا اليوم باين من اوله واحنا اصلا ما عندناش اوض، فاللي هو شكلنا هنرجع ننام في العربيه تاني زي ما نمنا طول ال 16 ساعه. فالوضع ان شاء الله هيتحل، انا مش قلقان ومحدش قلقان الحمد لله، ان هم بيهتموا بالموضوع ده، مش هيعدوها يعني. يا هيحجزوا هنا في نفس الوقت، بيدوا مثلا 10 دقايق ربع ساعه يحلوا الموضوع، يا اما بالكتير هيروحوا ناقليننا في الفندق تاني ونقعد فيه. بس انا عاجبني الفندق ده قوي، فايه عشان ده تبع هيلتون كمان، تبع هيلتون، فهتبقى زي الفل. وعارفين انا مش قلقان ليه؟ عشان مستر لويس معانا. Right or wrong? Yes, the issues is fixing now. Just waiting for the email. They'll take confirmation. That's it. احنا مستنيين الايميل اللي هيتبعت بالكونفirmation بتاع الاوضه، او اوضه في مكان تاني. Do you think they're gonna get us a room here or they're gonna switch a hotels? No, we're here. Are you sure? It's a nice hotel. بيقول لك ان هو اوتيل تمام، وانا طالما الراجل ده معايا if I have Luis no worries. This is my brother. And also if I have Alberto with me
I'm always worried. I'm I am always worried. worried about my life. I am worried. Hey, this guy is. Where are you from exactly? From Mexico. Monterrey, Mexico. Where is that? On the border or In northeast Mexico, South Texas. South Texas? Yeah. And you know, we're the team that went to play Hali. We play against لعبنا قصادهم قبل كده. احنا الاهلي لعبنا قدام مونتميري في كاس العالم للانديه وكسبناكم. We won right? Yeah, 1-0. جامدين برضه جامدين. زي ما انتم شايفين ورايا مستر لويس بيحاول يحل المشكله، ولكن شكلنا كده يا نغير الاوتيل يا اما الكونفرميشن بتاع الاوضه هيتباع دلوقتي. انا الله اعلم ما اعرفش اللي هيحصل، ولكن انا عايز انام من الاخر والله العظيم. انا والله هصعد الموضوع في حل والموضوع ما اتحلش من الاخر. مش عارف اصعده لمين وفين، ولكن انا عايز انام والله العظيم. بس خير، انا مش قلقان. احنا بقى دلوقتي تلت ساعه مستنيين، وفي بشرة امل جايه ان شاء الله. احنا مش هننام يعني في العربيه تاني، ان انا خلاص ظهري جدتي بيقولوا ايه، جدتي نحست من الاخر. دلوقتي طلعت المشكله ان حطوا اسمنا على اسم حكام تانيين، فدخلوا في بعض، فحصلت مشكله كبيره، ولكن الموضوع اتحل يعني. خلال دقيقه او دقيقتين باذن الله نستلم المفاتيح ونطلع بقى واخيرا تمت بنجاح. والله يا هيلتون تعبتينا يا هيلتون والله. استلمنا المفاتيح ونروح نعبي الشنط بقى. تعالوا بقى ايه، نشيل الشنط بقى ونحمل الدنيا ونطلع على فوق. تم تعبئة الشنط بنجاح. نطلع الاسانسير. هم مدينا اوضتين، انا ومستر لويس في اوضه، والبرتو مع واحد تاني ما نعرفش في اوضه تانية. فهنطلع حاجتنا سوا ونشوف بقى موضوع الاوض ده. ارجنتينا، مكسيكو، ايجيبت. Get up. Now going out. Second. What the hell is that? Dinosaur? شايفين شكل الاوتيل؟ ده في بلكونه جوه الاوض. طب والله هيلتون صرفه ومكلف. لا، منظر الاوتيل حلو. وده دخلت الاوتيل التانية. والله صارفين ومكلفين تصدقوا. ده البار والحته اللي بتقعد تذاكر فيها وتروق على نفسك فيها والكلام ده. احنا هنخش يمين. انا مش فاكر الاوضه. What's the number of the room؟ 404. دي بتاعتي انا ومستر لويس. الرقم بتاعها 404. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مبدئيا كده مطبخ. they got a restaurant here. and دي اوضه الهدوم، دي اوضه المكتب، دي اوضه القعاد بتلفزيون بشباك، وهنا في سريرين، سرير ليا وسرير لمستر لويس، وتلفزيون كمان زائد مكتب. طب والله اوضه كويسه جدا، زائد حمام. وده انا ودي طبعا دريسنج روم، الاوضه بتاعت اللبس، ودي الحمام. انا شايف هنا التواليت، البانيو، وحوض كمان احتياطي. لا ممتاز الاوضه شكلها يهبل وكبيره. بسم الله ما شاء الله. لا جميله. بسم الله ما شاء الله. والمنظر من هنا ممتاز. في زي طريق والداون تاون. احنا في داون تاون كرينسبورو، فممتازه. ايوه بقى اخيرا. طبعا هما مدينا حاجتين. مدينا الاول المفتاح اللي احنا اتكلمنا فتحنا بيه الباب، ومدينا ده الخاص بالفطار والعشاء. هنا كل يوم هتفطر فيه، هيتعلم لك فيه، والعشاء هما هنا بيعملوا سيرف للفطار والعشاء. الغدا ما هو مالهمش دعوه بالغدا، ولكن الغدا في الفيلدز في الملاعب واحنا شغالين هيجيبوا لنا الغدا بقى من اي مطاعم هم يختاروها. بس هحاول بقى امنتج الفيديو ده وانزله قبل ما نخش الايفنت، والايفنت مهم جدا فاحتاج ان انا ابقى مركز فيه. فقلت اصور الفيديو ده، هحاول امنتجه النهارده او بكره بكتير يكون نازل، بحيث ان انا ابقى منزل حاجه قبل ما اخش في المعمعه بتاعت المطوشه وكده، ونرجع بقى باذن الله بعد المطوشه. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.